واخد بقى الرخامة دي وكل الحاجات دي امسحها واغسلها كويس. عايزه اقول لكم حسيت براحه نفسيه رهيبه. هو طبعا المطبخ لسه ما خلص، يعني لسه الحيطه اللي ورايا دي، اختي كانت عامله لي الحيطه اللي فوق البوتاجاز الاسبوع اللي فات. اختي الصغيره عملتها لي، غسلتها لي كويس وحطيت لي عليها المكسل ده ودعكتها لي ولمعتها لي، فهي نظيفه. يعني انا محتاجه الحيطه دي بس، والحيطه اللي عند الشفاط والشفاط والبوتاجاز طبعا. يعني ان شاء الله باذن الله واحده كده واحده واحده كده هعملهم. برجع بقى كده تاني المفارش البلاستيك دي، المشمع ده، وهو بيبقى رول كده وانا اللي بقصه. ده اللي فيه الشعرية، وده اللي فيه الدقيق، ده فيه اللبن النيدو، والفوق ده المكرونة. دي الاكياس بقى هلمها، دي الاكياس اللي انا فضيتها بتاعت الدقيق هلمها كده عشان عامله لي زحمه. دي السمنه، السمنه دي بحمر بيها بط، فراخ، حمام كده، لانه مش معقول هحمر بسمنه بلدي يعني، فانا جايباها للتحمير مش اكتر. هنا بقى احط لسان العصفور اهو، وعندي شويه كمان مفتوحين في الضرفه، برضه هطلعهم افضيهم. وفي نفس الوقت هو كده محكوم اكتر ان هو ما يجرالوش حاجه، ما يتراش كده، يعني يبقى محفوظ، يتحفظ كده. بس كده الناحيتين دول بقوا عندي زي الفل. لسه بقى التقيل جاي ورا، احنا كل ده لسه مخلصناش حاجه. دول البورد اللي بقطع عليهم بتاعة اللحمة والخضار والحاجات والمحتاجات. هطلع كده الملح فوق واشيل بقى كل حاجة من على الرخامة، يعني مش هشيلها خالص، اللي هو هوسع لنفسي وامسح وبعدين ارجع اكمل يعني كده حاجة حاجة. انا ما بحبش اشيل كل حاجة، لا، يعني اشيل مكان الحاجة وامسحها وبعدين ارجعها. هحاول اخف السكاكين والحاجات والمقصوصات والحاجات اللي هنا دي، اخفها في حاجات تانية عشان لما باجي اطلع حاجة مش ببقى عارفة وبدوخ. بصوا كده بلمع الحيطة كويس زي ما قلت لكم، حاطه فيها برسيل جل وكلور، وهي كده كده الفوطة نظيفة، يعني فوطة مطبخ انا مطلعاها اعمل بيها كده. هعمل ايه بقى؟ هفضي الباسكتات دي كده استفاد بيها، احط فيها الحاجات والمحتاجات بدل ما انا مزنقه الدنيا كده. بصوا مبعرفش انظم خالص، مش عارفه احطها فين. كويس كويس، احسن من ما فيش. الفرش دي اللي بعمل بيها الماسكات، يعني لما اجي اعمل ماسك لوشي بستخدم الفرش دي، الفرشة اللي انا حطيتها دي، وفي فرشة تانية برضو هطلعها دلوقتي بس هشيلهم من مكانهم. بصوا حطيت كده السكاكين في واحدة لوحدها، وحطيت اللي هو المضرب البيض والمضرب بتاع المكسر اللي اتكسر مني برضو. يعني كده حاولت ان انا انظم على قد ما اقدر وما ازحمش الدنيا عليا. بصوا هو كان زحمة قوي اصلا ازاي، كده بقى الزحمة خفت خالص. حطيت كمان المعالق الخشب كده كلها لوحدها، والهاند بلندر عايزه اقول لكم ان هو باظ، يعني مش باظ، شغال، بس السكينه بتاعته بتفضل تنزل لتحت، لازم كل شويه اطلعها. فان شاء الله يعني ابقى اصلحها بقى، يا اما اجيب واحد تاني، ربنا يسهل. بشيل بقى الحاجات من السبت الخشب ده اللي ملهاش لازمه. انا بحط فيه مثلا مشابك اللي بقفل بيها الاكياس، بحط فيه بسكوتة، اي حاجة يعني، اي حاجة عندي على الرخامة كده احسها صغيرة برميها في السبت ده على طول. اخد بقى بتاع البهارات ده اللي انا فضيته هغسله، عشان حاسه هو مزيت، يعني مش هما مش مزيتين بس بالنسبة لي انا مزيتين. انا بحب الحاجة بتلمع. عايزة اقول لكم لو تفتكروا فيديوهاتي اللي قبل كده، ان انا كنت على طول بعمل روتين المطبخ ده معاكم، يعني كل اسبوعين مرة مثلا ولا حاجة. انا عايزه اقول لكم من ساعه ما بقيت حامل ما عملتش كده ولا مره، يعني ما عملتش كده خالص. تخيلوا بعد ما كنت بعمله كل اسبوعين مثلا او اقل كمان، انا كان ممكن كل جمعه اعمل معاكم الروتين ده. وارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده هتشوفوا. وكمان الظرف من جوه كنت برتبها على طول وكده، بس من ساعه الحمل وانا ما عملتش خالص، فحاسه ان الدنيا متبهدله خالص.
هاغسل كده أفضّي الحاجات اللي في الحوض الأول، مع إني كنت مفضياها والله، بس الحاجات دي يعني حاجات بقى الفطار وحاجات كان فيها حاجات في التلاجة فضيتها. عايزة أقول لكم إن أنا برضه شِلت، بس ما عملتش معاكم يعني، بس أنا شِلت الحاجات اللي في التلاجة، العلب اللي ما لهاش لازمة، أي حاجة ما لهاش لازمة برضه فضيتها ونضّفت التلاجة كده.